قبل البداية عايز أبارك لشباب الدراويش على دوري القطاعات. في أغلب أوقات تاريخنا ما كانش عندنا إلا حاجة واحدة بس، الشباب. مبروك يا شباب، ونشوفكم قريب في أقرب مستقبل في الملعب بالبطولة الأكبر والأهم. بص، هو انت كنت ممكن تتفرج على الماتش بتروجيت بتاع الذهاب وما كنتش هتحس باي فرق، بس يبقى ودي الجون بتاعهم ناحيتنا. انا الاسماعيلي انا الاسماعيلي. انت كمشجع اسماعيلاوي فرقتك كسبانه 6 مباريات من اخر 8، خسرانه واحده ومتعادله واحده، زعلان من ايه؟ انا جاي اقول لك بقى انا زعلان من ايه. Go shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up, it's not your birthday. الجولة 26 من الدوري بنرجع نلعب بتروجيت اللي فازوا علينا بقيادة طلعت يوسف في الذهاب 1-0. بدأنا بطه ومتولي كقلبين دفاع في وسط غياب اسلام جمال، والظاهرين بتوعنا بيرجعوا الشاب احمد هاني وبهاء مجدي. محمد فتحي جنب عماد حمدي في وسط الملعب ادى لوسط ملعبنا طابع دفاعي شوية في وسط غياب عمر الوحش اللي كان بيدينا احسن اداء عنده قبل الغياب، وكان بدأ يفهم ويطبق كويس جدا حتى لو بزيادات قليلة دوره كحلقة وصل بين خط الوسط والهجوم من العمق. وقدام السيد خالد القماش ما غيرش الشكل المعتاد بتاعه، بس كالعادة في المباريات الأخيرة بناهيني هو اللي هيبقى حر ومروان محسن هو اللي هيبقى جوه ال 18. وهنا هقول لك حاجه قبل الفويس اوفر، قبل ما تحكم عليها اتفرج على المباراه مره ثانيه. في المباريات الاخيره ايمانويل بناهيني لما كان بيلعب بره منطقه ال 18 وهو مش متوفق بيدي لك على الاقل مجهود وبيرجع يدافع في اول خطوط دفاعنا في اي هجمه مرتده. والمجهود ده اللي ما كانش موجود في الاول، وكان مروان محسن بيضطر ان هو يقوم بيه ويقوم كمان بدور الاسترايكر الصريح. يستحق ان بناهيني يتحط في الايجابيه لولا الفرصه البناهينيه المعتاده اللي بتضيع كل مباراه دي. لاعبي منتخب الشباب ودي التسديده، بص البينيه. اللي اتفرج على الماتش ده على اون تي في، الماتش ده بدأ فجأة، بدأ في الدقيقة 3. ده كان وصف مسبق حلو قوي في رأيي، لأن الفريقين ما دخلوش الملعب إلا بعد أول 10 دقايق. كأن الماتش ده كان المفروض يبدأ الساعة 6 مش 6 إلا ربع. بتروجيت نواياه وضحت من الأول، نفس أسلوب الذهاب، سقط لدفاعنا كور طويلة واستغل لما يغلط. وإحنا كانت أول هجماتنا اللي يتقال عليها هجمة يعني كانت برضو بعد أول 10 دقايق، وادتنا هنت عن اللي هنشوفه من الإسماعيلي لنهاية المباراة. الإسماعيلي كان بيبدأ الهجمة بسرعة، يعمل مهارتين 3 جملة حلوة وهوب صمت تام، صمت تام. بعد ما يطلعك السما ينزلك سابع أرض وينهي الهجمة بدون تفكير. والهجمة الوحيدة اللي كملت جملتها للآخر، لو صح إني أقول الكلام ده على كرة ثابتة، كانت جملة حلوة من كرة ثابتة اتحسبت لنا بعدها ركلة جزاء رجع بيها مروان للتهديف وهربنا بجولها من الماتش. الإجابة الأولى محمد صبحي. ساعات بيبقى صعب عليك تفتكر كامل مجريات مباراة حرقت دمك، بس خليك فاكر كويس إن لولا تألق محمد صبحي في الشوط الأولاني في رأيي ما كانش هيبقى فيه فوز من الأساس. 11 أسامة محمد هيلعبها في المرمى، لكن تألق من صبحي هيلعب الضربة الركنية واتلعبت في الجون برضه، لكن محمد صبحي بقى بيكمل تألقه، كرة بتتلعب في منتهى الخطورة ويتألق محمد صبحي. ايه الإجابات التانية؟ الظاهرين سلاش الجناحين، احمد هاني وبهاء مجدي، وبهاء مجدي بالخصوص. يمكن دفاعيا كان مطلوب منكم اكتر من طاقتكم بسبب تراجع غير مبرر هنتكلم عليه بعد شويه، بس هجوميا كانت اغلب الكرات بتطلع من ظهيرينا مش بس بهدوء لكن بلمسه فنيه تنسينا الكلمتين اللي هقولهم كمان شويه دول، معلش استحملني. السلبيه الاولى كابتن خالد، احنا جبنا جول والفرقه اللي قدامنا مش متوفقه وعمالين يلعبوا في كوره ويضيعوها. هنزود الهجوم ولا هنعمل ضغط عالي ولا هنقتل الماتش ونسيبه في نص الملعب من غير خطوره علينا؟ هنعمل ايه يا كابتن؟ لو بتروجيت كان غير اسلوب لعبه او كان عمل تغيير في عنصر مهم زي المحله ما عمل قدامنا، او حتى حصل ظرف غير طبيعي والدنيا مطرت والارض بقت بتزحلق، كنت هفهم ليه رجعنا بالمنظر ده بعد الجول الاول. بس لما ما يحصلش اي تغيير من الناحيه الثانيه واحنا متبرعين نتراجع للخصم ونقول له جرب حظك، فده اسمه ايه؟ السلبيه الثانيه انهاء الهجمه. ايه الاسوأ من انك تعمل هجمه وحشه؟ انك تعمل هجمه من بدايتها فيها حماس وسرعه كلها فنيات جمالها ماشيه صح الصح 10 على 10 وفي النهايه تديها. علشان محمد فتحي ابهرنا في مباريات كتيره وهو لاعب شاب من طراز محترم، محتاجين ان احنا ما نذبحوش لما يغلط، بس كان لازم اقول يا كابتن محمد الفاولين دول كانوا ممكن يودونا في داهيه. الهجمه لصالح بتروجيت، ماشي محمد طارق عامل مشوار، لكن هنشوف قرار حكم اللقاء بفاول، ممكن يعدي لكن اتاخر فيها، مستني هو مستني يباصي واخد الفاول.
رجل المباراه في رايي بعد منافسه كبيره من بهاء مجدي وتورك جبرين، ايوه انا قلت تورك جبرين، كان هو القائد محمد صبحي. الراجل اللي في رايي لو ما كانش تالق في اول المباراه ما كانش هيبقى فيه اساسا مباراه. وتقسيمه الماتش في رايي كانت 30 دقيقه دراويش، 20 دقيقه بتروجيت، و40 دقيقه كاملين ملل. وسؤال الاسبوع المره دي الاسماعيلاويه، مين من العناصر اللي دايما متواجده على دكه السيد خالد القماش اللي تقدر تنزل تعمل لك اللينك في اللمسه الاخيره وتكمل لك الهجمه المرتده في الجول؟ عشان بعد اللفه دي كلها ارجعك تاني لغرض الحلقه دي. ليه جزء مش صغير من جماهير الاسماعيلي زعلانين؟ مش هخش معاك في مناقشه النتيجه اهم ولا الاداء لان احنا اتكلمنا فيها 7000 مره قبل كده، خصوصا ان احنا هنا في الاسماعيليه. لكن طول ما انت حارق دم المشجع قبل ما تجيب الفوز وحتى وانت في ايدك الفوز، فالمشجع مش هيفتكر اي حاجه من الفوز الا حرقه الدم. ولو ده مقبول في مباريات كبيره اهلي زمالك مصري افريقيا، فده مش معناه ان انت معاك كارت بلانش تستخدمه في كل المباريات. شفت بقى زعلان من ايه؟ ومهما نزعل من بعض ومع بعض ربنا باذنه هيجمعنا على الحب الاسماعيلي.